يا صباح الفل النهاردة. معانا جولة جديدة في قرية ديمورا من قرى الساحل الشمالي، الساحل الطيب، الجزء اللي هو مش غالي قوي، اللي بيبقى قبل مارينا. هاخدكم النهاردة في جولة جوه القرية، جولة مش كبيرة بس ان شاء الله تعجب. ده كده الطريق للقرية. عايزة اوريكم انه بره القرية موجود فيه خدمات، موجود فرن عيش وسوبر ماركت وسمك وخضار، كل حاجة موجودة في بداية القرية. كمان لما بتدخلوا منها في على ايديكم الشمال من تحت هتلاقوا برضو في سمك وخضار ومطعم فول وطعمية، وكمان محل يعني او مطعم بتاع كباب وكفتة ومشويات. هنا احنا اول ما وصلنا بنقف بره، استنينا السمسار اللي احنا مأجرين منه جه حط لنا باركود على العربية برقم الشقق وعدد الافراد اللي كانوا داخلين الشاليه، لان الشاليهات جوه بتبقى يعني بتأجروها بعدد الافراد الكبار، الاطفال مش مشكلة. بس بيشوفوا عدد فرد كبير، يعني كل شاليه بيبقى ليه ليميت محدد. ده كده المدخل بتاع القرية هادية جدا، بالرغم ان هي موجود فيها ناس كتير، يعني الاشغال فيها كبير. هتحسوا ان كل الشاليهات اللي حواليكوا فيها ناس، ولكن كل الناس اللي موجودة فيها تحسوا ان هي ناس هادية، مفيش فيها دوشة ولا زحمة ولا كده. ده كده المدخل. كل القرية هتلاقوا الشاليهات اللي فيها بتبقى 3 ادوار بس، يعني دور ارضي اللي هو اللي بجنينة، وفوقيه شقتين تانيين، ما عدا مبنى واحد اسمه مبنى الفندق. ده تقريبا بيبقى 5 ادوار فوق بعض. وهوريكم برضو صورته قدام في التصوير. زي ما انتوا شايفين كده قرية نظيفة وهادية، في امن بره. وده كده معانا احنا السمسار اللي احنا اجرنا معاه، بيجي ياخدك من اول القرية او بيستلمنا من اول القرية، وبيركب لنا الباركود على العربية اللي احنا بندخل بيه ونطلع براحتنا. مش كل شوية بيسألكوا انتوا داخلين فين ولا رايحين فين ولا كده، فدي حاجة حلوة ومسهلة يعني الموضوع. كده هو اخدنا ومودينا لحد الشاليه علشان نستلمه منه. شايفين فيه كمية شجر وحاجات جميلة جدا، يعني كمية الشجر والزرع فيها كتير. بس للأسف القرية هقول لكم عيوبها برضو في الآخر، ان هي في مناطق تحسها مهتمين بيها قوي ونظيفة والزرع مهتمين بيه وكده، وفي مناطق تانية تحسوها مفيش اهتمام بالزرع والخضرة اللي حوالين الشاليهات، واعتقد ده بيبقى بسبب الملاك اللي واخدين هناك. طبعا الشط بتاع القرية كبير، لان هي مساحتها مش صغيرة، يعني انا رحت قرى تانية مساحتها كانت اصغر من دي بكتير. بالنسبة للخدمات بقى، انا وريتكم الخدمات اللي في اول القرية، اللي هي مطاعم، مشويات، اسماك، سوبر ماركت وفاكهة وخضار، وكمان في فرن عيش شامي. بالنسبة بقى للشط بتاعها فبرضو في كافيهات كتير وفي ألعاب للأطفال. زي ما انتوا شايفين كده في كذا كافيه بيخدم الشط بره. الحقيقة أكتر حاجة أنا بحبها في قرية ديمورا دي البحر بتاعها. البحر هناك خطير، نظيف جدا، والمية بتاعته صافية جدا، و مفهوش صخور ولا زلط ولا أي حاجة، والمية كمان رايقة وهادية أوي. مقسمين الشط بقى، عاملين جزء للأونرز الملاك وجزء تاني للناس المستأجرين. بس زي ما قلتلكوا أنا حاسة إن الشط محتاج شوية اهتمام بالزرع والنظافة وكده. مش عارفة ده لو اهتموا بيها فعلا هتتنقل في حتة تانية، فهي ينقصها شوية الاهتمام بالمنظر، يعني او بالجناين اللي هي قبل البحر دي. وفي بعض الشاليهات برضو محتاجة تهتم بالجناين اللي هي بتبقى حواليها. شفنا الألعاب المائية اللي عاملينها على البحر، وده هنا كان يوم الجمعة، فنصيحة مني محدش يروح خالص في الويك اند، بيبقى زحمة، لكن في وسط الأسبوع الأيام بتبقى هادية قوي ورايقة. كده كل مجموعة شاليهات عاملين
في وسطيهم 2 حمام سباحة، واحد عالي وواحد نازل شوية. القرية كلها أصلا مستويات لفوق، ويعني تحسوا ان هي جزء عالي وجزء نازل. جزء عالي هم عاملينها التصميم بتاعها كده. كل مجموعة شاليهات هتلاقوا بينها حمام سباحة كبير أو 2، وكل حمام سباحة بيخدموا كافيه أو 2. ده أكبر واحد موجود هناك. وفي لعبة أكوا بارك واحدة، في لعبة أكوا اهي، لعبة واحدة بس اللي موجودة. ده أكبر حمام سباحة هناك، وبيخدموا 4 كافيهات، مشروبات وبيتزا وجانك فود. يعني في حاجات كتيرة ممكن، يعني في تشكيلة كبيرة كده ممكن تستخدموها. وده هنا كده ده حمام سباحة تاني برضو بين مجموعة شاليهات. كل مجموعة شاليهات زي ما قلت لكم، فمش هتمشوا كتير. اللي بيحب ينزل او ينزل ولاده حمامات السباحة مش هيكون فيها مشي كتير خالص، لان اكيد قدام الشاليه بتاعك هيبقى فيه حمام سباحة او 2. الشط بتاعنا اهو، بتروحوا تدوله الكارنيه بتاع الشاليه، بيطلع لكم كراسي بعدد الناس اللي هي داخله البحر. ده كده حمام سباحة تاني. المبنى ده بقى هو ده مبنى الفندق زي ما قلت لكم. ده بيبقى 5 ادوار، وفي النص يعني في وراه مبنيين تانيين شكل دول كده بالظبط وراهم، وبينهم حمامين سباحة كبار جدا برضو. ده بس ده مش فندق يعني اوض، لا هو شقق، ولكن هم مسمينه فندق غالبا عشان هو كذا دور. ده شكل المكان بالليل اللي احنا كنا مأجرين فيه. زي ما قلت لكم هي القرية مليانة زرع، ولكن في اماكن تحسوها مهتمين فيها واماكن لا. انا نسيت اصور البحر، ولكن هو البحر نظيف قوي زي ما انتم شايفين كده. المية بتاعته صافية ورايقة، ولو في يوم في وسط الاسبوع بتلاقوا شط هادي ورايق ومفهوش ناس كتير. دي شوية اشكال كده او صور. ده شكل الشاليه اللي احنا كنا واخدينه. دي صور منه، وهحط لكم كمان صور شاليهات تانية كان السمسار ده او اللي احنا اجرنا منه ده كان باعتها لنا. الشاليهات هناك نظيفة قوي، ولكن تأكدوا عليه ان احنا لو لقينا فيها اي مشكلة مش هنستلم، او تشوف لنا حاجة تانية غيرها علشان يبعت لكم او يديكوا حاجة كويسة. الشاليهات هناك في منها بجد نظيفة قوي ومفيش حشرات. دي اهم حاجة بتبقى يعني انا بدور عليها. ببقى خايفة قوي ان يكون في حشرات، وخصوصا لو دور ارضي. الجنينة هناك كانت لطيفة والقعدة حلوة. ودي كده اشكال تانية للشاليهات اللي كان بعتها لنا. اهم حاجة وانتوا بتأجروا او بتحجزوا تخلوا بالكم من النصب، لان احنا السنة اللي فاتت اتنصب علينا لان احنا كنا بنحجز عن طريق النت، ودفعنا ليلة للأسف لحد كان واخد صور من شاليهات وهمية وبيعرضها على اساس ان الشاليه ده تبعه، واتنصب علينا في ليلة في حجز ليلة. فوانتوا بتأجروا اتأكدوا كويس من الناس اللي انتوا بتأجروا منها. لو ليكوا حد هناك ينفع يأجر لكم يبقى افضل. احنا كان لينا حد هناك قريبنا في القرية او معرفة، خليناه شاف لنا السمسار ده وهو اللي جاب لنا الشاليه. القرية اسعارها عادية مش غالية. اتمنى لكم رحلة سعيدة، واتمنى الجولة تكون عجبتكم. متنسوش لايك وشير.